السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفيني، انا فاطمة ودي قناتي فاطمة كيتشن. مبسوطة جدا اني معاكم، وان شاء الله القناة تعجبكم وتستفادوا منها ولو شيء بسيط. ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وتعالوا نشوف الفراخ السكر دي اتعملت ازاي. انا النهارده هعمل اسهل واسرع طريقة فراخ مشوية موجودة في الكوكب بصراحة. تعالوا نشوف عملت ايه. بص، حطيت في الكبة دي طماطميتين كده حلوين كده، وبصلايتين برضو ولا بصلاية واحدة تقريبا. وحطيت فلفلاية، وعصرت عليها ليمون. وحطيت 4 فصوص توم. 4 فصوص توم صغيرين وهحط كمان دلوقتي كوباية زبادي. وهحط بقى ايه معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة برضو كزبرة ناشفة. وهحط كمان معلقة كبيرة كده من بهارات الفراخ. وحطيت شوية زيت. وهحط دلوقتي شوية عسل، يعني قد ايه، معلقة عسل صغيرة كده. وهحط كمان معلقة كاتشب صغيرة. لو كان في صوص الباربيكيو كنت حطيت منه. ضربتهم كويس جدا في الكبة كده، نعمتهم خالص زي ما انتم شايفين كده. دقت طبعا ملحها، لقيت ملحها حلو كويس. وبعد كده عندي بقى الفرخة دي، انا شايلة بقى منها ايه سلسلة الظهر من ورا. وفتحها كده زي الضفدعة كده. هفتح لها فتحات كده من عند الصدر كده ومن عند الأوراق. مش عارفة دي بقى الفراخ التكة دي، لا مش تقريبا. هي تقريبا يعني هي مفتوحة زيها كده، طبعا مع اختلاف التتبيلة. هدعكها بقى كويس كده بالتتبيلة دي كده. وبعد كده بقى اسيبها بس ايه، يعني ايه، مفيش يعني ايه، 10 دقايق كده بس كده، عبال ما الم الدنيا في المطبخ. وبعد كده هشوف هعمل فيها ايه. جبت بقى اللي هي الصاجة اللي تحت دي، اللي هي الصينية اللي تحت دي، انا قفلتها بالورق الألمونيوم. هقول لكم ليه دلوقتي. وبعد كده حطيت عليها الشبكة دي. وبعد كده ايه، احط بقى الفرخة واحط عليها التوابل كلها، يعني التتبيلة بتاعتها. وهحط مية في الصينية من تحت. الورق الفويل ده اللي انا حطيته ده، طبعا البتاع دي طبعا هتنشف، المية دي هتنشف وهتتحرق. فده بيحمي الصينية يعني. طبعا حطيت ورق الزبدة، ويا ريتني ما حطيته لانه طلع خامته وحشة جدا، سيئة جدا جدا جدا. بيتحرق وبيلزق. انا معرفش ازاي ورق زبدة بيلزق يعني. بس حاجة تحمي برضو الفرخة من الورق الفويل يعني، مباشرة عليها. هقفلها كويس قوي قوي. وهدخلها على فرن سخن جدا لمدة ساعة، وهي محطوطة كده. وبعد كده بفك الورق الفويل ده، ورق الزبدة. وبسيبها تحت الشواية حوالي ايه ربع ساعة. يعني بسيبها كده من غير، لا بسيبها من غير، يعني من غير شواية، يعني حوالي ربع ساعة هي بتتحمر لوحدها. هنا قلت هعمل الرز مبهر معاها. حطيت معلقة زبدة حلوة كده وحبة زيت، وحطيت مكعب مرقة دجاج. وبعد كده حطيت الرز. وبعد كده حطيت بقى ايه بهارات، زي بهارات كبسة. معلقة حلوة كده من بهارات الكبسة. وحطيت حبة فلفل اسود قد نص معلقة، وحطيت نص معلقة ملح، وهدوق ملحها بعد ما اخلص. قلبتها كويس جدا 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 لحد ما لقيت الرز كده بقى نشف كده وخد من لون البهارات. حطيت له بقى مية وظبطت ملحه. وبحط بقى المعلقة كده بوقفها في الرز عشان اعرف ايه كده. بصوا، طالما وقفت كده اعرف ان مكيال الرز مظبوط. هسيبها بقى تستوي براحتها. دي طبعا بصوا كده بعد ساعة الفرخة كده اخدت ساعة بالظبط. شايفين الصينية بقت عاملة ازاي من تحت؟ ده حمالي طبعا الفرخة، بس للأسف ورق الزبدة شد الجلد معاه، لأنه طلع مش ورق أصلي يعني، وطلع وحش جدا. فدهنت بقى هنا ايه رشة كاتشب صغيرة خالص. دهنتها كويس جدا، وبدخلها بقى الفرن تاني من غير شواية. هتاخد لون لوحدها وهتتحمر، مش هتنشف ولا حاجة، ما تخافوش. ده الرز بعد ما خلص بقى خالص مفلفل ازاي. دي بقى الفرخة، بصوا بقى بعد ما خلصت. طبعا شكلها خطير. كده من غير شواية، خلي بالكم كده خدت لون لوحدها متحمرة من سخونية الفرن قصدي. دي بقى بعد ما غرفتها كده بقى، بصوا انا هفتحها لكم كده. طبعا دي اسهل طريقة، يعني في طريقة بقى تانية بتقعد في التلاجة ليلة طبعا بنعملها. بس دي اسهل طريقة للمستعجلين.
بصوا مستويه ازاي. وعملت شويه بطاطس مقليه جنب منها، وعملت سلطه خضراء، وبألف هنا وشفا. وبكده يكون خلص الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنسيش دوسي لايك وتشجعيني، اهم حاجه تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني كل جديد. وباي باي.